عبد الرحمن فواز المعروف بالشامي صار له مدة عامل حالة بأغانيه وشعبيته، على الرغم من أنه أنا بلاقي مرات كلمات أغانيه ما بتكون منطقية. مثلا لما يقول لك في حزني جوايا مش سيعال الحيطان، طب شو خص؟ يعني هي الحيطان مش مرادفة للخزانة عشان anyway مش موضوعنا. هلا ممكن نعتبر هذا الشق النص المليان من كوباية الشامي، أما النص الفاضي بتلاقوه على التيك توك، لأنه الشامي بيعرف إنه أغلب جمهوره من جماعة التيك توك، فدائما الله يسلمه بيفتح لايفات عشان يتواصل معهم، يسمع أفكارهم، يحبهم، يحبوه، يتنمروا على بعض زي هيك. تاخد من هذا الزيت وتحط على الأماكن الفارغة مثل مخك. عبد الرحمن حبيبي خليني بس أفهمك، معلش أنا أكبر منك. أول رول بعالم النجومية، قصف الجبهات هاي بتعملها مع أصحابك بالشارع، بتعملها على القهوة، بتعملها على جروب الواتس، مش مع الفانز اللي بدفعوا مصاري عشان يحضروا حفلاتك. الله يرضى عليك. يعني هلأ أنا لنفرض مثلا حدا كتب لي بالتعليقات قال لي الحلقة كتير بايخة، بنفعش أرد عليه وأقول له البايخ بده بايخ. هلا في ناس بتقول لك ما هو المتابع تنمر عليه وهو رد له اياها، وفي ناس بتقول لك عيب فنان يرد عليه بنفس الاسلوب. انا الصراحه عندي راي ثالث، انا بشوف واعوذ بالله من كلمه انا انه من الاساس الفنان مش لازم يفتح تيك توك يا عبد الرحمن، مش لازم يدردش مع التين ايجرز عشان يرضي غروره، لانه هذا لا سمح الله قد يفسر غرور. انا مش نرجسي مبدئيا، بس ما بلاقي مبرر لاي حدا انه ما يحبني. يعني الصراحة نرجسيتك هاي خلتنا نشوف وديع الشيخ متواضع. بس قبل ما نحكم على الشامي، يمكن عشان ما نظلم الزلمة تكون هاي لحظة انفعال، يعني يمكن هو بالعادة محترم مع الجمهور وبالصدفة انفعل هالمرة. عنده جمهور زعران عم تخانقوا على غنية، عضوا بعض. شامي حبيب قلبي، اقسم بالله عم بحاول اساعدك وابرر لك، بس انت مصاحبها علي كتير. مش عيب يا ابن الحلال فنان يوصف جمهوره بالزعران؟ لا ويقول لهم عضوا بعض. هل أنت متأكد من هذا الوصف؟ ولا كمان هاي زلة لسان؟ عرفت ليش عم بيحاربوني؟ لأنه عندي جمهور زعلان. والله أنا يعني ما كنت أعرف إنه الجمهور الأزعر يبعث فيك الفخر لهاي الدرجة. طيب بما أنك طلعت فخور بالموضوع، اسمح لي أعطيك اللقب رسمياً، مش إليسا ملكة الإحساس وعاصي فارس الغناء، بتصير أنت يا شامي بلبل الزعران.